وده دورنا الحقيقي ان احنا بنوصل الناس ببعضها. معانا اتصال تليفوني مفرح الحقيقه لانه يحمل بشاره ساره جدا لحضراتكم والاخ هاني صفوت 16 سنه حافظ القران كله، وهو دينامو قناه الرحمه، المحرك الحقيقي لهذا البرنامج ولهذه القناه. استاذ محمود حسان المدير العام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور مظهر. انا سعيد باتصال حضرتك اولا، وتحياتنا للشيخ حسان. ربنا يبارك فيك، اسال الله ان يسعدك في الدنيا والاخره. وانتم كذلك. وطبعا انا سعيد جدا بالبرنامج وبمجهودك الواضح والملموس يا دكتور مظهر. ويعني هذا البرنامج فعلا كل ما ذهبت الى مكان الجميع يعني يحدثني عن هذا البرنامج. يعني انا عايز اقول سر، انا عايز اسمح لي اقول سر، وانا يعني صريح مع المشاهدين ان هذا البرنامج مش مجهودي لوحدي، انا بظهر في الشاشه، لكن ورا هذا البرنامج كاست كبير جدا وفريق كبير جدا عمل بيبدا من الاستاذ محمود حسان، اللي الحقيقه ما بيبخلش على البرنامج باي امكانيات، سفر في اي وقت، عربيه في اي وقت، كاميرا في اي وقت، مشوار طويل، مشوار قصير. وبعدين بعد كده الاستاذ هاني البنا، بعد كده الكاست اللي موجود معانا من المخرجين والمصورين فيعني ده مش دوري لوحدي. هقطع بس لحديثك الجميل دوت واقول احنا بفضل الله تعالى يعني من نعم ربنا علينا في قناه الرحمه اننا نعمل كفريق عمل واحد، وانا بكرر هذا الكلام دائما وبدون اشخاص وبدون ذكر اشخاص. نعم. دائما العمل هو الذي يتكلم. تمام. وطالما ان الدكتور مظهر بيعمل، وهو يعني مش مهم ان الدكتور مظهر هو اللي ظاهر، لا بالعكس، احنا يسعدنا ويعني ان الدكتور مظهر ظاهر واحنا في جنود وفريق عمل. العفو، ربنا يكرمك يعمل، فده شيء لان ده كله في النهايه لصالح المشاهد، لصالح الشاشه. فبفضل الله تعالى احنا كلنا فريق عمل واحد، كلنا بننتج وهدفنا واحد. وهذا البرنامج الرائع والجميل انا بقول لحضرتك يعني بفضل الله انا من اسعد الناس لهذا البرنامج، لاننا يعني نساعد ابهاتنا وامهاتنا واهالينا الفقراء، وبنوصل اهل الفضل، الناس الكرمه جدا اللي هم بصراحه مش بيبخلوا، ولكن في ازمه ثقه يا دكتور مظهر في العطاء. فبفضل الله تعالى اهل الفضل لما يشوفوا وفي ثقه بالعرض، فانا بقول لحضرتك الان وهذا يعني رجل من اهل الفضل، الناس الافاضل جدا جدا الخيرين، اتصل بي الان وقال يعني انا عاوز اكفل ابننا هاني كفاله، مش هاني لوحده، لعيلته كلها. ما شاء الله. يعني بفضل الله يعني هذا نموذج. هذه من كرامات القرآن يا أستاذ محمود. طبعا القرآن يعني أنا بقول لحضرتك يا دكتور مظهر هذا القرآن يرفع أصحابه. نعم. لأن من حفظ القرآن وعمل به، نعم، فبفضل الله تعالى يعني هيسعد في الدنيا والآخرة. نعم. بل بالعكس أنا بقول له هيسعده في الدنيا قبل الآخرة. نعم. واللي يسعد في الدنيا أكيد هيبقى سعيد في الآخرة. صحيح. ولكن السعادة بطاعة الله عز وجل، والعمل لخدمة هذا الدين، والعمل لخدمة هذا البلد وهذا الوطن الحبيب إلينا. نعم. فأنا بقول لحضرتك يعني ببشر أخونا هاني وبشر عيلته كلها إن شاء الله بعد الحلقة هذا الرجل الفاضل الذي يعني قال لي لم تذكر اسمي، اوعى تذكر اسم خالص، هات لي اسم الولد وعنوانه، وإن شاء الله أنا هكفله كل وعيلته. إن كان بيصرف جنيه أنا هديله 10 جنيه. ما شاء الله. إن كان العيلة بتصرف 10 جنيه أنا هديهم 20 جنيه. ما شاء الله. فبفضل الله يعني ده كنية يعني، إنما بفضل الله هذا رجل خير، وأسأل الله أن يتقبل منه ويخلف عليه ويبارك له في أمواله وفي ماله وفي أهله وفي صحته. فإن شاء الله بعد الحلقة نكلم ابننا هاني ونواصل إن شاء الله مع أخونا الفاضل صاحب ان شاء الله الكفاله باذن الله. طب عايزين بقى نبشر الناس اللي منتظرين عزبة نجيب واخبار عزبة نجيب، القافله اخبارها ايه؟ عشان انا في اخر الحلقه هقول عملنا ايه، لكن برضه لو تبشرنا بشاره لعزبة نجيب يا استاذ محمود. والله ربنا يبارك فيك يا دكتور مظهر وعلى جهدك في طوال الاسبوع الماضي، وان شاء الله الحمد لله احنا بدانا زي ما حضرتك عارف وبمجهود حضرتك وكل اخواننا. احنا خلاص بحيث لما نروح عزبة نجيب نذهب اليهم ونسعدهم سعاده ان شاء الله ربنا يتقبلها مننا يا رب. فان شاء الله غالبا يوم الاثنين القادم ان شاء الله
نذهب لقرية لعزبة نجيب، ومعانا كل اللي ربنا قدرنا عليه من اهل الفضل. وما شاء الله يعني حسب معلومات اللي حضرتك بلغتني بيها ان ناس بالفعل ذهبوا لعزبة نجيب وبداوا يشتغلوا فيها. نعم. فده من فضل ربنا، وهذه هي الرسالة الإعلامية. واحنا يعني عاوزين نكون في خدمة بلدنا وفي خدمة وطننا بدون يعني مزايدات. نعم. وبدون رفع شعارات الكذابة اللي بصراحة بالبلد كده زهقنا منها. احنا عاوزين نعمل في صمت وفي هدوء، ولا نبتغي من وراء هذا إلا رضا الله عز وجل، وإلا يعني مصلحة الفقير. هو ده هدفنا، وده بفضل الله هو ده كل املنا في الله عز وجل. ولا نبتغي من وراء هذا يا دكتور مظهر، وحضرتك عارف اي سمعه ولا اي شهره ولا اي جاه، لاننا بنعمل لخدمه ديننا ثم وطننا. وانا لازلت اذكر مقوله الشيخ حسان ليا ربنا يكرمه في هذا الاستوديو، ان كل القناه بامكانياتها مسخره لهذا الهدف، وهو خدمه الفقير، وان نصل الى الفقير في بيته لنحاول ان احنا نساعده من قناه الرحمه الفضائيه. انا برضو يعني عشان نسند الفضل لاهله الشيخ محمد حسان اكرمه الله، يعني برضو هذا الهدف النبيل الاستاذ محمود بيتكلم عنه هو هدف الشيخ حسان، ان احنا يكون برنامجنا برنامج عملي ونصل للفقراء. اقول لحضرتك حاجه يا دكتور مظهر. اتفضل. يعني انا لما بقول هذا الكلام مش ليس من عندي انا لوحدي. نعم. ده سياسه كامله من بدايه الشيخ محمد حسان لكل العاملين في قناه الرحمه. نعم. يعني انا لا اتكلم الان، لا اتكلم عن لساني انا. نعم. ولا اعمل انا. نعم. انا بقول لحضرتك احنا كلنا جماعي وبنعمل، ده هدفنا جميعا. فبفضل الله تعالى يعني لا كلام الدكتور مظهر ولا كلام محمود ولا كلام، انما ده بفضل الله ده سياسه عامه للقناه. جزاك الله خيرا استاذ محمود، وربنا يبشرك بالخير زي ما بشرتنا وبشرت الاخ هاني ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا دكتور مظهر، ويعني احييك على تألقك. جزاك الله خيرا، ربنا يكرمنا ويسترنا واياك في الدنيا والاخره. شكرا جزيلا. ربنا يبارك فيك. شكرا استاذ محمود حسان مدير عام قناه الرحمه الفضائيه.